في شويه حاجات مهمه جدا لنجاح الحقن المجهري. ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجه واهم حاجه هو سن الست. ده شيء مهم جدا. سن الست مهم جدا للحقن المجهري، لان الست كل ما بتكبر خصوبتها بتقل. الست يا اخوانا غير الراجل. الراجل عنده مصنع دائم لتصنيع الحيوانات المنويه في الخصيتين، بتاخد حوالي 72 يوم الى 3 شهور. انما الست عندها نصيب من البويضات، بتاخد عدد من البويضات مش هتصنع غيره، وهي بتفضل محتفظه بيه. النصيب ده بتاخده من هي جنين في بطن امها 5 شهور. بيحصل شويه تغيرات للبويضات دي حتى سن البلوغ. بعد كده كل شهر الست دي بتطلع عدد من البويضات من كل مبيض. في بويضه منهم واحده هي اللي بتستفيد بالهرمونات اللي بتفرز من الغده النخاميه عشان تكبر وتعمل الحمل. كل شهر مبيض بيطلع شويه لحد ما تخلص البويضات دي. البويضات دي المفروض في المتوسط بتخلص عند الستات من سن 45 الى 55 سنه. طبعا في ستات بيحصل لها انتهاء للمخزون ده قبل السن ده، ودول بنقول ان عندهم بري ماتيور منوبوز. ممكن ده يحصل في اي سن، في العشرينات، في الثلاثينات and so on. لكن متوسط الناس بتنتهي عندهم مخزونهم من البويضات والخصوبه وفي سن 45 الى 55 سنه. سن البويضه من سن الست، يعني الست اللي عندها 40 سنه البويضه بتاعتها سنها 40 سنه، والبويضه اللي عندها 40 سنه دي بويضه كبيره في السن، عجوزه شيخه. ده بالظبط عامل زي البني ادمين. الراجل ده عمره 65 سنه ومتوسط عمر البني ادمين 70. فالراجل عنده 65 سنه هو ستيل لسه عايش، ولكن صحته عنده 65 مختلفه عن صحته لما كان 25 و35 و45 انصور. يعني خصوبه الست بتقل مع زياده العمر. فاحنا بنقول ان متوسط نجاح الحقن المجهري في الاماكن الكويسه بره والاماكن الكويسه اللي عندنا حوالي من 60 الى 70%. النسبة دي بتقل إلى 37% عند سن 37 سنة للست. العامل الثاني هو الدكتور. الدكتور هو اللي بيدير العملية. الدكتور هو الصنايعي اللي بيظبط كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى خالق الستات والرجالة لما يتجوزوا يحملوا. فبما انهم اتجوزوا وما حصلش حمل يبقى فيه عطل في حتة ما. الدكتور المفروض ان هو يصلح العطل ده، يظبطه. وده اللي بيفرق دكتور عن التاني ومكان عن التاني. ازاي ارجع الست لظبطه المصنع بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. ازاي اخلي الست دي المشاكل اللي فيها تقرب حتى للشكل المثالي اللي ربنا خلقنا بيه. مهم قوي ان الدكتور يظبط الهرمونات بتاع الست. مهم، الهرمونات شيء مهم جدا. مهم ان احنا نظبط بطانه الرحم اللي بتزرع فيها البيبي، لو كان فيها زوائد لحميه، لو كان فيها التصاقات، لو كان فيها حاجز رحمي. كل الحاجات دي لازم تتظبط قبل الحقن. ازاي نظبط وزنها، لان الوزن ده مهم جدا وبيعمل تكيسات هنتكلمكم عنها فيما بعد، اللي هي دهون المبايض. ازاي نظبط حتى حالتها النفسيه. في حاجه مهمه جدا لازم يعملها الدكتور اللي هي سايكل سيلكشن، يعني الدوره اللي انا هختارها عشان اختارها نبدا فيها الحقن المجهري. الست كل شهر عامله زي الارض كده، في دوره كويسه بيبقى المبيض كويس، في انتاج جيد، الفرتيلتي بتاعته كويسه، ما فيهوش تكيسات، ما فيهوش طارح عدد من الانترال فوليكل كويس. فالدكتور ازاي يختار السايكل اللي احنا هنشتغل فيها، ده مهم جدا. الدكتور كمان عليه ان هو يختار البروتوكول اللي احنا هنشتغل بيه. حقن التنشيط وشكلها، ان البروتوكول لونج ولا شورت واجونست ولا انتاجونست، ده مهم جدا. ولازم تتفصل كل حاجه لكل شخص، لان كلنا مش شبه بعض. احنا بنشتغل في قاعده عامه واحده، كلنا كل وشوشنا عينتين وبق ومناخير، لكن ما فيش واحد شبه التاني. فده مهم جدا، وده برضو اللي بيفرق دكتور عن دكتور ومكان عن مكان. مهم ان انا اظبط البروتوكول المناسب للست دي، لسنها، لوزنها، لحالتها النفسيه، للاوفيريال ريزيرف بتاعها مخزونه من المبيض، للفرتيلتي بتاعتها. ده مهم جدا. الحاجه الثانيه اللي هو المكان اللي احنا هنشتغل فيه، السنتر، مركز الخصوبه، المعمل بتاعه، هل هو هاي كواليتي ولا لا، الحضانات اللي انا بستخدمها. دي عوامل مهمه جدا بيظبطها الدكتور عشان في الاخر ناتي لمشيئه ربنا.